أول سؤال يقابلنا هنا في الأسئلة اللي حضراتكم بعتينها بيقول عايز أضمن إني داخل السماء أعمل إيه؟ مش عارف. إحنا في الحقيقة مش بنحب كلمة أضمن، لكن بنحب كلمة الرجاء. يعني معلمنا بولس ما قالش أنا ضامن أدخل السماء، لكن قال بالرجاء خلصنا. الرجاء معناها أمل في الله. وربنا طمنا لما قال لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. الله يحب إن احنا نخلص، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. سكة الملكوت سكة واضحة المعالم، ربنا ما سيبلناش الدنيا مبهمة أو مش واضحة. أول حاجة الإيمان بالمسيح، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ويقول معلمنا يوحنا في الإنجيل هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الذي يؤمن بالابن له الحياة، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى الحياة بل يمكث عليه غضب الله. فأول حاجة الإيمان، ده الأساس. نمرة 2 المعمودية، لازم الواحد يبقى متعمد بالماء والروح، لأن المسيح قال كده لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد من ماء وروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. في إنجيل مرقس آخر عدد مرقس 16 قال من آمن واعتمد خلص ومن لا يؤمن يدان. يبقى الإيمان والمعمودية، وأعتقد السامعين لي عندهم هذا الإيمان وهذه المعمودية. نمرة 3 مداومة التناول من جسد الرب ودمه باستمرار. يقول ربنا يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. 3 حاجات دول نعمة من عند ربنا وإحنا مقيمين فيها، الإيمان والمعمودية والتناول. الجزء بقى اللي علينا هو عودة إلى الله. كلنا بنغلط، فيش إنسان ما بيغلطش. الشطارة إن أنا كلما سقطت أقوم، حتى لو كترت خطاياي وتعددت وتكررت، باب التوبة مفتوح لغاية آخر نفس. ونقول كده لا تشمتي بي يا عدوتي إن سقطت أقوم. هقوم حتى لو سقطت 7 مرات هقوم. ونبقى في إيدين المسيح على طول. عندنا الإيمان، المعمودية، الإفخارستيا، وبعدين التوبة. التوبة عودة هادية لربنا. التوبة ما هياش حاجة محتاجة مجهود شديد، محتاجة أرجع أقول لرب متأسف، محتاجة يكون لي أب اعتراف يطبطب عليا ويرشدني ويصلي لي التحليل. وبعدين مع الإيمان والمعمودية والإفخارستيا والتوبة يبقى بأعمل أعمال الله. إذا كان المسيح كان يقول يصنع خيرا، يبقى حضرتك كمان تقول تصنع خير، اخدم الناس. حوش رصيد حب في السماء، زي ما قال المسيح كنت جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني إلى آخره. وبعدين لما سألوه إمتى خدمناك قال بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. يعني اخدم الناس. أقل خدمة بسيطة مش هتتنسي عند ربنا، حتى لو كان كأس ماء بارد فقط. المرأة اللي سكبت الطيب على رأس المسيح قال حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل المسكونة يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. أقل حاجة بتعملها ربنا مش بينساها. يبقى الإيمان، المعمودية، إفخارستيا، توبة، وبعدين الأعمال الصالحة اللي هي بتعبر بيها عن محبتك لله ومحبتك للناس. مع ال5 دول في حتة بقى أن يليك علاقة مع ربنا. تقول لي طب ما هو دول ال5 دول علاقة مع الله. بس ممكن يكون أنت متعمد ومؤمن بس مفيش حوار بينك وبين ربنا. أنت بتتناول لكن أنت داخل القداس مشغول بحاجات مش ربنا. أنت بتخدم الناس لكن مشغول عن ربنا. فمحتاجة علاقة حية مع المسيح. علاقة مع المسيح دي دايما بقول لكم زي الصليب، في بعد رأسي وبعد أفق.
البعد الرأسي ده معناها بيني وبين ربنا في خصوصية، والبعد الأفقي بيني وبين ربنا من خلال الكنيسة اللي هي الجماعة المقدسة. دي نسميها المخدع ودي نسميها الليتورجية. بتصوم حاجات خاصة بينك وبين ربنا مع الكنيسة، بتصلي في مخدعك ومع الكنيسة، فدايما يبقى في بتقرأ كتاب مقدس لوحدك ومع الكنيسة، يبقى كده العلاقة متكاملة. بعد كده يبقى بعد الحاجات دي كلها هندخل السماء بنعمة ربنا مش بشطارتنا، فيبقى احنا متكلين على النعمة اكتر ما اتكلنا على اللي احنا عملناه. وخلي بالك الحاجات دي كلها نعمة ربنا. الإيمان ده من ضمن ثمر الروح القدس، قالها بولس الرسول في غلاطيا: محبة فرح إيمان، محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. فالإيمان من ضمن ثمر الروح، يعني دي حاجة ربنا بيزرعها فينا. المعمودية نعمة خالصة، احنا بنعمل ايه في المعمودية؟ كتر خيرك يا رب. الإفخارستيا نعمة خالصة، هو مين بشطارته بيحول الخبز الجسد أو الكأس إلى دم؟ دي نعمة ربنا. التوبة هي حركة ربنا في قلبنا، لأن بنقول توبني رب فأتوب. الأعمال الصالحة هي عمل الله فينا، واخد بالك يعني إيه؟ الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. والحب هي برضو زرعة ربنا في قلبنا، يعني مش بشطارتنا لكن بعمل الله واستجابة الإنسان. دي تخليك تبقى مطمن، بس مفيش حاجة اسمها ضمان، لأن الواحد يجب أن يكون حريص إلى المنتهى. يعني يقول معلمنا بولس: إن كان أحد يظن أنه قائم فلينظر لئلا يسقط. وقال عن نفسه: أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. والسيد المسيح قال: الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وسفر الرؤيا يقول: من يغلب ويحفظ إلى النهاية. فلازم ناخد بالنا إلى المنتهى.